الذكاء الصناعي لن يحل محل البشر مطلقا، ده وجهة نظري. انا مثلا بيبقى عندي التيم فيه 10 افراد، انا ممكن اخليهم يبقوا 3 واستعين بتول اي اي وهم 3 يكونوا مؤهلين جدا للاستعانه بيها، دي يحل مخاوف ناس محلهم. كتيره دلوقتي ان عدداً. انا حاسس الذكاء الصناعي بعد كده هيلغيني اصلا. لازم انت تحارب وتفايت عشان تبقى من الناس اللي قاعده، حتى لو معاك شهاده من اي حد في الدنيا دي كلها. الشهاده الورقيه هتفتح لك المجال انك تقعد على الكرسي، الشهاده في السواقه هتخليك تسوق سواقه العربيات، صح؟ معاك رخصه هنا هتسوق، بس هتعيش تخرج على اول ترعه تقع فيها هتقول ايه؟ انا معايا رخصه. الاغلبيه دلوقتي اعتماديه، شخصيات اعتماديه معتمده ان انت تقعد طول النهار ماسك جنبه، ها وصلت ايه، عملت ايه. شاطر معناها ان في ناس اعتمدت عليك كموظف او كبروجرامر او ايا كان بقى ايه اللي انت وصلت له، وبتاخد مقابل. طالما خدت مقابل دي ده الاحتراف. يعني هو الشاب اللي عنده مهارات كويسه ده وبيعرف يتكلم كويس بيلاقي شغل. قليل من العلم كثير من الفهلوه. ده اللي بيعمله كتير من الشباب وبينجح. بصي الحافز بيكون حاجتين، في ميزه هتاخدها يا اما بعبع هيجي لك لو انت ما عملتش ده. احنا عندنا في القاهره في منطقه اسمها الحرفيين، اي حد بيبقى عنده مشكله في قطع غيار يقول له انزل الحرفيين. الحرفيين ديت ايه يا عم؟ فيها مئات المحلات، ايوه وكلهم بيكسبوا، ايوه كلهم بيشتغلوا، ولو فتح معاهم محل زياده هيشتغلوا برضه. تجمع كبير من اهل الصنعه الواحده في مكان واحد خلى العالم يثقوا فيهم. لما حد يحب الحاجه الفلانيه انزل الحته دي. سلوى، انت عارفه ان من حوالي 6-7 سنين انا كنت بدور على النت على حد يكون شاطر في التدريب الانجليش اونلاين، وكان في بعض النماذج موجوده بالفعل، يعني حتى في منهم اللي كامل ومشهور حتى الان وفي منهم اللي توقف. فاستوقفني بوست ليكي على صفحه مدرسين انجليش او حاجه زي كده، وانك بتدي كورسات او سيشن، وتواصلت معاكي. سبب ان انا اتواصل معاكي مع ان كان في عدد كبير عامل بوستات هو ان انا لقيت ليكي بوست مميز على صفحتك بيقول ان انت حابه الكليه بتاعتك. كنت عامله بوست كده يمكن يكون موجود حتى الان على صفحتك، انك حابه الكليه وحابه الدراسه وان انت غير المدرسين كلهم، حاجه كده ايه فيها اعتزاز. بس لا، يعني مش كل الناس بتتكلم عن التدريس كده. في ناس كتيره جدا بتخرج من كليه تربيه هو هيشتغل مدرس غصب عنه، هو حاسس كده مجبر على ده. لكن ان حد يعلن ده صراحه للملأ وانا بحب التدريس وكده، فده سبب تواصلي معاكي. طب ايه الفكره اللي كنا بنتكلم فيها ساعتها لو انت فاكره؟ كنا بنتكلم عن البيزنس انجلش، ازاي نتعلم الانجليش في المهارات، ازاي اكون ريبريزنتيف، ابقى عندي مهارات البرزنتيشن مش مجرد انجليزي بس. صحيح. فبدأنا من هنا، وبعد كده بقى كمان بدأنا ندمج معاها موضوع التكنولوجيا. يعني يعتبر أول برضو يعني فعلي تكنولوجيا أو حاجة زي كده كانت تعتبر مع حضرتك مع العمل التطوعي بتاعي. كان ساعتها الهدف اللي عندي أنا كنت عامل مدرسة أونلاين لتدريب عموما، التدريب عموما مش بس لغات يعني. فكان معظم العملاء اللي فيها شباب كبار، يعني ناس كبير عندها 30 و40 شغالين في مجال الاي تي وعندهم مشكلة في الانجليش. فانا كنت عايز اشوف حد يديهم الانجليش بطريقه تخدم المجال بتاعهم. يعني شغال مهندس يبقى ياخد انجليش بنظام معين، تركزي معاه على كلمات معينه وهكذا، شغال في التكنولوجيا المعلومات وهكذا. فده كان سبب الاستعانه بيكي، وانا افتكر ان احنا قعدنا فتره متعاونين في بالظبط كده، قعدنا فتره كبيره، وكل مهندس كان بيجي عاوز يسافر او عنده عملاء اجانب او كده كنا نقعد نعمل مراجعه، انا هينفع اقول ايه الانجليزي، ينفع اعمل ايه برزنتيشن، يتكلم ازاي. صح. فالنقطه دي خدنا فيها فتره طويله، وكانت تعتبر حاجه مهمه، لانك مش هينفع توصل التكنولوجيا غير ما يكون في لغه. بالظبط، لازم يكون مع بالتوازي. كنا ساعات بنعمل اسسمنت انا وانتي، هو احتياجاته ايه وانتي طبعا عارفه تديله بقى الكلمات اللي تفيده او العبارات اللي تفيده. يعني واحد انت راح تقدم ايه، بالظبط، ايه السلعه بتاعتك او مين اللي قدامك، لازم ابقى فاهم الكلاينتس بتاعتي او الجمهور عامه. المرحله دي بقى اللي احنا اشتغلنا فيها كنت انا بكون فكره رولي ساعتها، وهي فكره ان انا ازاي اخد حد اديله كل حاجه يحتاجها عشان سوق العمل. انا كنت شغال تكنيكال، شغال في مجال امن قواعد البيانات وبدرس الحته ديت بس. لكن انا عارف من سوق العمل ان سوق العمل محتاج كمان حاجتين 3 على الاقل، محتاج الانجليش ومحتاج المهارات اللي انا اعملها سوفت سكيلز، ضروري يكونوا موجودين. فانا استعنت بيكي كحد شاطر في اللحظه ديت على الاقل في الانجليش. يعني انا كنت عارف انك بتسوقي نفسك كحد شاطر في الانجليش. اللي اكتشفته بعد فتره مش كبيره ان انت كمان بتعملي سبيتش وبتعملي توكس، بتعملي احاديث، وعندك المهاره انك تدربي وتطوري الشباب في حته الايه السوفت سكيلز. بالظبط كده. فمن ساعتها وانا حاطط في بالي ان انا استعين بسلوى او بنموذج زي سلوى لفكره رالي، فكره ان انا يبقى عندي حد ياخد عندي كورس. هو جاي في الاصل يقول انا عايز اخد كورس تكنولوجيا المعلومات،
الكورس ده مش بديهوله كنموذج منفرد، لازم اديهوله مطعم بحاجه تانية، يعني شويه انجليش وشويه سوفت سكيلز. وعلشان كده الكورس اللي هو ممكن يروح ياخده في مكان تاني ياخد معاه 40-50 ساعه بيخلص في اسبوعين، ممكن ياخد معاه شهر او شهرين، لان انا زي ما اتفقنا مش بديله الكورس التكنيكال بس، لا انا بشتغل معاه على موضوع السوفت سكيلز والانجليزي زي ما اتفقنا، كل المهارات. انت ايه رايك بقى في التجربه اللي احنا عملناها سوا؟ فكره انك بتدي الانجليش مش بالشكل التقليدي اللي بيعطى، وبرده السوفت سكيلز انت مش بتدي السوفت سكيلز في المطلق، يعني مش مثلا مجموعه شباب قاعدين معاكي وكلهم هندي النهارده برزنتيشن حبه سوفت سكيلز خدها، لا انت بقى كلميني عن رايك في الطريقه الكلاسيكيه التقليديه لاعطاء الكورسات المنعزله اللي عامله زي البازل المتنطوره، والطريقه اللي ممكن تتحط في تراك وبمده معينه، مده محدده، بحيث تخرج حد شاطر بعد مده 3-4 شهور فعلا يبقى جاهز لسوق العمل. وده الشغل بالتوازي اللي احنا عملناه مع رالي، ان احنا بدأنا ان احنا نركز على الجزء التكنيكال، وفي نفس الوقت بالتوازي بنركز على الجزء الانجليزي اللي يناسبه في التكنيكال، صح، الجزء السوفت سكيلز اللي يناسبك كمهندس او كواحد كودر. بالزبط. دلوقتي انا عملت ويب سايت او اشتغلت على حاجه ما وعايز اعرضها للعميل بتاعي، وعايز افهمه انا ليه مختلف، انا ايه اللي يميزني عن غيري، ما في مليون الف مبرمج، صح، ايه اللي يميزني، ايه اللي يخلي مثلا الذكاء الاصطناعي دلوقتي ما عملش بيه، ما هو دلوقتي الذكاء الاصطناعي مدفوع يعمل لك ويب سايت، ليه ما اخدش المدفوع، ليه ما اخدش اللي يخلص لي في ثواني، انا لازم ابين له انا ليه مختلف، انا ليه دايما هتختارني بعيدا عن الذكاء الاصطناعي. دلوقتي الناس بتخاف من موضوع الاي اي الذكاء الاصطناعي، ومتهيئ لهم ان في وقت ما هيبدا ان هو ياخد شغلانتهم. انت رايك ايه في الموضوع ده الذكاء الاصطناعي؟ صح طبعا. هل ينفع ياخد وقت يعني لا. في وقت ما هياخد شغلتنا؟ مستحيل الذكاء الصناعي هياخد شغلانتك كمهندس مثلا دلوقتي، مستحيل مبرمج مستحيل، ولكن هو هياخد جزء من الشغلانه بتاعتك. يعني انت في يوم من الايام اذا كنت بتعمل 10 مهام في اليوم، الذكاء الصناعي ممكن يعمل 7 أو 8 منهم، وهيسيب لك 2، في 2 محتاجين تدخل البشري قطعا. انا اعترض شويه مع حضرتك، مش فضل. كليا لان العنصر البشري مهم جدا. حتى لو الذكاء الصناعي موجود عمره ما هيعمل زي ما انت عاوز، لازم يكون السنس بتاع الهيومانيتي موجود فيها، الانسانيه، السنس اللي هو الكرياتيفيتي. حتى مهما عطيته من اوامر عمره ما هيقدر يوصل اللي انت عاوزه. صح، عمره ما هيقدر. انت ممكن تقول له مثلا دلوقتي ارسم لي واعمل لي وسوي لي كل حاجه، بس دايما هيبقى في ايرور، في حاجه ناقصه، في حاجه مش اللي هو مش دانا. يعني ما احنا مثلا دلوقتي دورنا وشفنا اسئله وشفنا ممكن نتكلم في ايه وعملنا حاجات كتير جدا، بس تحس السؤال صلب، مش مفهوش احساس، مفهوش عاطفه، مفهوش ان انا اوصل المعلومه. فمهما كان الذكاء الصناعي ما هو الا اداه مساعده فقط. صح. وعمره ما هيستبدل الشخص الاساسي. ممكن يستبدل حاجه معينه، ان مثلا دلوقتي كان زمان الهليكوبتر، كان فيه هليكوبتر الطيار والمصور عشان يصور ماتش كوره، دلوقتي بقى مين؟ الدرون. صح، ماشي، في وظيفه اتلغت خالص، في وظيفه اتلغت، بس في برضو لازم واحد متحكم وتخلق غيرها اللي بيتحكم والمهندس اللي عامل الدرون. صح كده، واللي لسه هيعمل مونتاج للفيديو بتاعها. يعني ما حصلش احلال كامل، هو الموضوع كله استبدال بشكل افضل. بدل يبقى في الماتش يبقى الهواء فوق اعلى ولا الصوت عالي، او يبقى فيه disturbance ممكن الطياره يحصل لها اي حاجه لا قدر الله، فليه بقى كل القلق ده؟ انا استبدله بحاجه افضل. هو الذكاء الصناعي لن يحل محل البشر مطلقا، ده وجهه نظري، مجرد ما اداه مساعده. بس نقدر نتكلم حته تكنيكال بسيطه. انا مثلا بيبقى عندي التيم فيه 10 افراد، انا ممكن اخليهم يبقوا 3 واستعين بتول اي اي، وهم 3 يكونوا مؤهلين جدا للاستعانه بيها واستخدامها، بدل ما يبقى عندي 10 موظفين بيعملوا حاجات ممكن تتأتمت من كلمه اوتوميشن، يعني اوتوميتد، ان الحاجه دي ممكن تتعمل بسيكونس هي كل يوم. فايه اللي يخليني تقنعني ان ال10 تجيب مكانهم 3 ويعملوا نفس الحاجه؟ هو ده حاصل مثال اصلا، مثال حي حاصل. زي ايه؟ طيب بصي، بالنسبه للكودينج مثلا، انت عشان تعمل اول اصدار في الكود ممكن تاخد اسبوع، لانك بتكتبه بايدك. من الاول كنت بتكتبه بايدك كاملا، دلوقتي انت ممكن تجيب النسخه الاولى اللي كانت بتاخد اسبوع في نص ساعه، مظبوط كده، تجيبها بس مليانه اخطاء، مليانه حته كده لازم يتدخل الانساني فيها، بس هو وفر عليك 80%. فتاخد النسخه دي تديها بقى للناس اللي هم مش هتبقى شبه كل النسخ اللي موجوده. لا، ما هنا بقى تدخل البشري. النسخه اللي الاي اي يديها لك، طبعا في علم طالع دلوقتي اسمه البرومبت انجينيرنج، ده بيخلي النسخ مختلفه حسب ما انت بتقول للذكاء الصناعي انا عايز ايه هيديك. يعني حتى لو افترضنا ان تشابه في المخرجات،
التدخل البشري هيكون مختلف، لان انت مثلا بتعمل ابلكيشن لصيدليه غير ما تكون بتعمله المدرسه، بس في تشابه في نظام الحضور والانصراف والموظفين مثلا، مظبوط كده. فانا بدل ما كنت بتعب في النسخه الاولى اللي بتاخد مني اسبوع واثنين و10، لا انا هقلل العدد وخدوا بقى النسخه رقم 0 يا شباب ويلا بنولي عليها، اللي هي ممكن نسميها تمبلتس او قوالب. يعني الذكاء الصناعي هيمثل كده، لكن هو يشيل ال10 في المطلق مش هيحصل. احنا بقى بنقول للشباب ايه؟ يعملوا ايه في الوضع ده؟ يعملوا الذكاء الصناعي دلوقتي بياخد نص الناس. انت بقى تحارب وتقاوم عشان تبقى من النص اللي ايه، من النص اللي قاعد. انت عارفه في اي نادي، انا دايما بجيب مثال الكوره، في اي نادي بتلاقي عندك مدرسه الكوره بتبقى فيها كام، مئات الناس، مئات اللعيبه، وكلهم مهره، كلهم عارفين ان بعد كام سنه لما نوصل للسن القانوني اللي يخليني العب في المنتخب او في الفريق الرئيسي هيبقوا كام لعيب؟ 11. انا دوري ايه بقى في وانا بلعب وانا صغير؟ ان انا احسن اقاوم دايما واحسن من نفسي، السرعه بتاعتي، ازود مهاراتي. بس الفرص كانت اقل في اوريدي في الاول، يعني في الاول كان فرص اقل والشباب مش لاقي. دلوقتي متخيل بنقول الفرص اللي كانت قليله بنقللها للنص كمان بالنسبه للذكاء الصناعي. مش هتقل. بص في ناس اتكلمت بشكل افضل كتير جدا عن موضوع الذكاء الصناعي، انه هيحل فعلا محل بعض البشر، طبيعي يعني هيحل محلهم. ناس كتيره دلوقتي عددا. ان انا حاسس الذكاء الصناعي بعد كده هيلغيني اصلا. ما هو انا زي ما قلنا لازم انت تحارب وتفايت عشان تبقى من الناس اللي قاعده. بالاضافه الذكاء الصناعي منه منتجات كتيره جدا بتخدم البشريه. ليه ما نشتغلش احنا كشباب ان احنا ننتج ده؟ يعني بدل ما احنا نكون مستهلكين فقط. وناخد مثال الموبايلات، احنا عندنا كلنا معانا موبايلات. الموبايلات حلت محل ايه؟ حلت محل التليفون الارضي مثلا، حلت محل البريد زمان، ما بقاش محتاجين. حلت محل الجمل مثلا، حلت محل الجمل مثلا، مهن كتيره جدا. هل احنا كده كلنا معانا موبايلات؟ بس هل احنا كبلد او كمحافظه او كدوله او كقاره او كأمه هل احنا بننتج موبايلات؟ مين اللي فرحان بالاستخدام ده؟ الصين. مظبوط كده. يعني في ناس فرحانه بالاستخدام ده، احنا بقى بالذكاء الصناعي مش في ناس بتنتجه. هو الذكاء الصناعي ده في الاخر مش في النهايه في بشر بيعملوا البرامج ديت والادوات ديت. احنا ليه بقى ما نبقاش الناس اللي بينتجوا الحاجات دي؟ وعلى فكره انا مش بقول حاجه مش موجود كيانات عرب ومصريين كتير جدا بيعملوا برامج للاي اي تخدمنا. ممكن من وجهه نظر البعض هتحل محل وظائف، ده وجهه نظرك، لكن الكيان اللي اتنشأ وعمل التول دي ما هو ما كانش موجود من 7-8 سنين. يبقى احنا كده مستفيدين. احنا لو اخرنا وفرضنا تعالى كده ان احنا قلنا قررنا في يوم من الايام احنا مش هنستخدم الذكاء الصناعي، ده كان قرار احنا فكرنا كده، هل ده ينفع؟ طب احنا قررنا وبقيه العالم هيستنانا؟ هنبقى احنا بقى الامه المستهلكه فقط بعد كده. بس انا كنت شفت حاجه ان دايما العنصر البشري مهما كان الذكاء الصناعي موجود، حتى في الديزاين مثلا لما نيجي نتكلم عليه، لو انا مش انا اللي بعمل كل حاجه انا ممكن اديله التولز بتاعتي. يعني اديله مثلا انا عايز 1 2 3 4 وباك جراوند واديله انا elements وهو يعمل لي، بس مهما كان لازم الانسان يبقى متدخل بشكل كبير. بصي شفت كم واحد كان بيبقى عنده كم صبع؟ شفت الموضوع الناس اللي رونالدو طلع لي ب7 صوابع في ايد بالغلط مثلا دي بتبقى مش واخد بالك منها. او تلاقي واحد مثلا، او شفت الذكاء الصناعي واحد بينط تلاقي واحد دخل في حاجه. بصي ده استخدام تجريبي ويخلي الناس تجرب وتنبسط للذكاء الصناعي. لكن مش هو ده الذكاء الصناعي اتعمل عشانه. الذكاء الصناعي اتعمل عشان حاجات احسن من كده بكتير. والطفره اللي هتحصل في 3-4 سنين الجايين محتاجه مننا بقى، وهنا ممكن نتنقل لجزء التدريب. ان الشباب اللي كانوا بيتدربوا من 3-4 سنين وكانوا بيجدوا عقبات في تعلم لغه البايثون وبعض لغات البرمجه وفاكرها عقبه، دلوقتي بقى انت مجبر على حاجات تانية ولسه القادم الله اعلم رايح فين. الذكاء الصناعي عاوز اقول لك كل اقل من 6 شهور بيطلع منه تحديثات رهيبه، نقلات. مش زي زمان كل 4 سنين يطلع نقله في حاجه معينه اطلاقا. دلوقتي الموضوع بقى قصير جدا. فالشباب لازم يطوروا نفسيهم. بنتكلم عن الشباب العربي والمصري، لازم تطور نفسك عشان تحجز لك مكان. فكره ان في ناس هتستبعد قطعا. اعتبر الاي اي دوت مهاره مهمه جدا تضاف للسوفت سكيلز وتضاف للانجليش والتكنيكال اللي انت فيها. عدم اتقانك للذكاء الصناعي هيخليك في يوم من الايام وانت قاعد في دكه الانترفيو زميل ليك بيتعين وانت لا، عشان هو انت المفروض تكون عارف الاثنين، عشان بس محدش يفهم ان الذكاء الصناعي يحل محل مهاره من الاخريات. لا، الذكاء الصناعي ممكن يكتب بدالك شويه انجليش ايميل كويس مظبوط كده، لكن هل الذكاء الصناعي بالشكل الحالي ممكن يدخل في برزنتيشن يتكلم بلسانك انت ويناقش ويرد على اسئله؟ بالمناسبه
يعني مش عاوز اخدك في ايجنتس او في برامج بتعمل كده دلوقتي. في برامج ممكن تدخل ترد كانها انسان، ممكن ما دي موجوده، البوت الموجوده على الماسنجر وغيره. انا بتكلم بالصوت كمان، بالصوت الموضوع كبير جدا موجود، لسه ما وصلتش لدرجه النضج اللي تحل محل الانسان. وعشان كده بقول لك احنا في سبق مع ناس تانيين بيبرمجوا ذكاء صناعي، مش مع الذكاء الصناعي نفسه. الذكاء الصناعي نفسه هو اداه. احنا بقى في سبق مع مين؟ مع الناس دي. الناس ديت لو هم اللي بدأوا يبقوا منتجين بس واحنا مستخدمين فقط، هيحصل الفجوه اللي ما بيننا وبينهم، وفي الاخر هم اللي هيبقوا القاده واحنا في الاخر عاملين مستخدمين فقط ومبسوطين بالاستخدام اللي احنا ناس بتتشقلب وناس بتعمل حركات زي ما انت بتقولي كده. طب الكونتنت اللي انت بتقدمه في دبلومه رالي دلوقتي هل يتعارض مع الذكاء الصناعي؟ هل ممكن الطلبه في يوم من الايام الذكاء الصناعي يحل محلهم؟ بصي انا الفكره رالي والمحتوى اللي بقدمه فيها هي ملهاش اي تعارض او استهداف للذكاء الصناعي، بس الذكاء الصناعي في الاخر هو تول. فانا ممكن في رالي انا بديك حاجه حتى لو ما فيهاش ذكاء صناعي، الذكاء الصناعي تول واحده من ضمن الادوات الموجوده في الدنيا دلوقتي، لكن بديك الحاجه اللي تخليك ممكن تكسب منها، تبدا تجيب فلوس، يبقى ليك كيان مجتمعي بروفيشنال، وبعدها انت بقى حابب تخش المجال بشكل متقدم. الذكاء الصناعي موجود، لان الذكاء الصناعي بحر وادواته كتيره جدا جدا. احنا في رالي فكره الكومباينيشن ما بين التكنيكال وما بين السوفت سكيلز وما بين الانجليش، الثلاثي ده ضروري جدا لوجودك في سوق العمل. احنا ضفنا الاي اي، لكن الاي اي يعني حسب انت رايح فين تتعلم الحاجه اللي انت هتفيدك فيه. لكن انا مش متصور ان احنا بنتكلم بقى عن حد هيدخل مجال التكنولوجيا، وده سبب رحلتنا سوا وسبب وجودنا النهارده اصلا. يدخل مجال التكنولوجيا وعاوز يبقى حد شاطر وفقط يبقى شاطر تكنيكال، يعني بيعرف يعمل كود كويس، ما ينفعش. انت لازم تكون عندك الكوميونيكيشن سكيلز كويسه جدا، لازم يكون عندك البرزنتيشن سكيلز كويسه جدا. طب دي هتفرق معاك في ايه؟ انت لو افترضنا ان انت عديت مرحله المقابله الشخصيه عشان الشغل بتاعك وهتبقى كودر، هتبقى ديفلوبر، يعني بتقضي لك سنه سنتين بالشكل ده، انت شاطر. لو افترضنا انك عديت بعد السنتين، المفروض ان في حد هيتقدم منكم علشان يبقى تيم ليدر او يترابل شوت او انفستيجيت مع كاستمرز او عملاء. هنا لازم يكون حد متحدث كويس. فلو انت مش الشخص ده هتفضل في الحته دي وحد غيرك هيترقى، انت هتبقى راضي ومبسوط. لكن ليه من البدايه ما تشتغلش على السوفت سكيل دي؟ ليه من البدايه ما تحسنش نفسك؟ صح كده ولا لا؟ ليه ما تحسنش نفسك في حاجه انت عارف انها ناقصاك وانها ممكن تكون عقبه في تقدمك بعد كده؟ انت بتقولت اصلا ان هو مبسوط ان انت توصلت للنقطه وحاسس ان انت كفايه كده. بالزبط. لو انت حسيت ان هو كفايه كده انت مش هتوصل اصلا. بالظبط كده. سقف طموحك ما يبقاش ليه بالظبط. في كلمه الطموح دي بقى اللي انا بحاول اتعامل يعني اوضحها مع الشباب واحنا بنتكلم في اول ايامهم في رالي. يعني ايه طموح؟ الطموح لازم يكون ليه علاقه بالواقعيه. يعني انت عندك 7 سنين ممكن جدا تقول انا طموحي ابقى زي رونالدو لعيب كوره. طب وانت عندك 18 سنه ولسه بتلعب في نادي 100 غمر، لا خلاص راحت عليك، صح كده؟ الطموح هنا ما اسمهش طموح، انت بتتفرج عليه ماشي، لكن ما بقاش واقعي. بس يسعى. لا هو عنده 18 سنه مش هينفع خلاص، لان هنا في عقبات، هي دي الفكره. فانت مثلا واحد خريج مثلا خريج طب، انا نفسي ابقى مهندس شاطر، ما هو ده برضه كده انا جبت لك مثال يوريك الدنيا هو فين وفين. واحد مثلا عنده 40 سنه وبيتكلم ومكسيكي ونفسي اتكلم هندي، لا بس في ناس بتوصل برضو. يعني بالنسبه لي انا عندي امل في الحياه عشان ابقى شاطر. انا بتكلم يعني على فكره احنا بنتكلم على دكتور دلوقتي لو عاوز يبقى مهندس مش عنده النقطه دي يقدر يسعى. ما هو كده نقول له انت غلطان من الاول اصلا. دكتور مقضي 7-8 سنين في الكليه. ساعات الاهالي بيتدخلوا في التدخل ده، ان يقول لك انا نفسي ابني يطلع دكتور فبيضطر. بصي الكيسز دي موجوده، لكن دي كيسز نادره وشاذه وانا ما بشجعهاش. يعني انا اديها لك حتى اعمل لك اسقاط على التكنولوجيا اللي انا شغال فيها او البرمجه او كده. انا بيجي لي الشاب يقول لي انا عايز ابقى بروجرامر اكتب كود، او انا عايز ابقى نتورك انجينير. يعني هو في طموحه في دماغه حاجه واحده. انت اصلا عندك المقومات دي. يعني ايه مقومات؟ يعني في شويه اساسيات. هل انت لو انت كودر لازم يكون عندك مثلا البروبلم سولفنج بليفل معين، تكون عندك صبر قرايه وكتابه الكود باسطر كتيره. طب هي لو مش عندك انت رايح في حته غلط. طب هتعرف منين؟ لازم اديلك فرصه، ودي بقى اللي بعمله في رالي. لازم اديلك مرحله تاهيليه الاول، اديك فيها لمده شهر، مرحله طويله شويه.
هدف المرحله دي تعريفك بكل المجالات المتاحه في السوق، كل المجالات المتاحه في السوق اللي في سوق التكنولوجيا بقى، مش البرمجه بس. الشهر ده كام ساعه فيه يعني؟ احنا بنتكلم، لا انا من ضمن التعذيب ان انا بطلب منه عدد ساعات 4-5 ساعات في اليوم. هو كده تعذيب؟ هو اللي عاوز يوصل لحاجه الشهر بالنسبه له 5-6 ساعات بالظبط كده. انا في الفتره دي ببقى رحيم زي ما قلت لك، في رحمه بس في شر مغلف بالرحمه. انت عاوز، انت دلوقتي قلت هتاخد بايده وتوصله لسوق العمل بالظبط، فما اقول لك شهر التزم معايا ده اقل حاجه تقدر تقدمها لي. بالظبط كده. احنا بقى بنقول بنفترض حسن النيه في كل اللي بتقدمه. بيتقدم لي 100 200 300 بيقولوا ان احنا مستعدين ناخد التجربه ونبقى احسن ناس في الحاجه اللي انت هتدوها لنا. طب تعالى اتفضل. هي فكره الفري هنا لان انا مش عايز اكسب منه هو، المكسب جاي بعدين. انا بالنسبه لي كرالي انا بكسب من حد تاني هياخدك انت شاطر ويلاعبك بقى. انا كاني مدرسه كوره بالظبط. انت بعد كده لما تبقى فيرود حد جامد تتباع لنادي، انا اكسب من نادي. فانا مش باخد اي حد، بس في الاول طبعا انا ما اعرفش هفلتر مين اصلا. بس انت قلت مش مؤمن بالاي كيو تيست، حسيت ان هو بيبقى ساعات ظالم شويه ما بعملش اي فلتريشن في الاول. يعني في اماكن بتعمل فلتريشن عشان الاعداد اللي بتجيلها اصلا كتيره، فعاوزين يعملوا فلتريشن محترم. انا ما بفلترش حتى الان طبعا. في الاول انا بفلتر بس بفكره الصبر. انت عاوز ولا مش عاوز. انت بتقول لي كده باول يوم، والشهر ده بقى انا بحطك كانك حاطط تحت تجربه. بديك تاسكات كتيره، منها سوفت سكيلز، منها انجلش طبعا، منها برزنتيشن كوميونيكيشن، بحطك في ستريس احيانا بالاضافه للتكنيكال الحاجات اللي بديها لك البسيطه على فكره اللي فيها سيلف ستادي كتير. خلال الشهر ده انا اقدر اصفي المجموعه اللي غالبا بوصل للربع. يعني بيكون عندي 100 باخد 25. ربع عاوز يتعلم، ربع هيوصل لحاجه بالظبط. واسمهم اتعرف. شفت اللي بتقول عليه في الكليه، انك لما دخلت الكليه لقيتي فرصه وتعرف اسمك لانك قدمت الخطوه. هو ده بالظبط. انا في البدايه جاي لي 100، لو كنت دخلتهم مره واحده على الليفل كانوا هيعطلوا 25 ومش عارف مين 25. كنت هظلم ال 25. لكن المنتج بما ان انا عايز 25 حد كويس او يمكن اكتر الله اعلم، بس دي النسبه غالبا اللي بتنجح. يعني دي نعتبرها مثلا في معادله مع الاي كيو تيست. يعني حضرتك مش معترف بالاي كيو تيست، فانت بتعمل معادله تانية حاسس ان هي افضل، انا مش احسن لانك بتشوف الواقع. انا مش معترف. يعني مش عاوز اقول ان انا مش معترف، ان هي بتختبر مهارات ممكن مش لازم شرط تبقى عندي. يعني انا مش عارفه اظل الدوريات مثلا، هل ده معناه ان انا مش هبقى مهندس شاطر؟ لا. وبعدين انا بدي شباب الفرصه. هي الفكره يعني انت اتحرمت عشان الاي كيو يفرض اصل ده خلاص بقى عندك للابد صح. انت الانجليش ممكن تحسنه، التكنيكال تحسنها، الكوميونيكيشن تعالى هنقف قدامك وتحسنها. نيجي عند الاي كيو، انت واحد عندك عمى الوان صح، مش فاهم اصلا المربع. واحد بيقول لك ظلل الدايره، انت بتظلل المربع. خلاص انت عندك مشكله، تفضل المشكله دي موجوده. خلاص كده اتحرمت من فرصه نصلحها مع تصحيح اي مشكله على فكره وبسعى. لو ليها كورس، ده اللي بقوله بقى. لو الاي كيو ليه محتوى ممكن الشاب يذاكره ويحسن من نفسه، هيا بينا نذاكر. مش كاي كيو كمشكله ده. دلوقتي لما يبقى مثلا عنده مشكله رقميه، عنده مشكله شكليه، عنده مشكله كذا، انت تعرف تحدد المشكله فين. ما هو مش اكيد الامتحان كله بطريقه عشوائيه بيحلها غلط. لو ده كده تمام، ده مش عنده مشكله كبيره. لكن في مثلا سيكونس اول ما بيظهر الشكل ده معين من الاسئله هو بيغلط فيه، يبقى انا برضو عارف فين المشكله. طيب هو هنا اللي عارف مشكلته صح كده. يعني هو الطالب ده عارف مشكلته. انا مش هقعد بقى احلل كل الناس اللي بتوع نزلت الاي كيو. لكن اللي بيحصل ان انا ممكن لو الاي كيو ينفع يعني، بس انا اللي بعمله بالظبط في رالي ان انا بعمل الكومباينيشن ما بين الانجليش والسوفت سكيلز عموما والتكنيكال في لمده شهر، ومن خلالها اقدر احدد اكثر الناس فرصا في وجهه نظر التجربه هيقدروا يوصلوا لايه، للمرحله اللي بعد كده اللي هي فيها التراك بتاعي. متهيألي كمان النقطه الرابعه بتشتغل عليها الصبر. الصبر هي الاساس. الصبر والاستمراريه. الصبر هي الاساس. بالظبط. استمر بالظبط ولا كده. في اعذار شماعاتنا اللي بنعلقها كل مره شماعه. يعني اي حاجه ما نعرفش نعملها نقول اصلا في كذا نعلق شماعتنا. بالظبط. لا ما ينفعش. ده بيبان في تصرفات بعض الشباب اللي بيقول والله يا باشمهندس ما ناخد خميس وجمعه اجازه. انت اللي عطلتني اصلا. انت لو كنت التزمت كم واحد هنعرف نظبط له مواعيد. ما ممكن خميس وجمعه مظبوط معاك، غيرك ما ينفعش. بالظبط كده. ده لا وغير كده انا بقول له لو هدي لك خميس وجمعه اجازه معناها ان انا هديك شهر ونص. المحتوى بيخلص في 30 يوم. لو انا شلت منهم يومين في الشهر يبقى انا هديك شهر و10 ايام او 50 يوم. يعني ايه رايك؟ فالناس اللي بترجح المرونه قوي دي الناس مش فاهمه مصلحتها.
انا عايزك تجهز، عاوزك بكره تبقى جاهز لسوق العمل. بالعكس الشاطر اول ما بيدخل كليه حتى او حاجه يقولك انا اقدر اخلص ده في اقل وقت ايه. بالظبط كده. ده اللي عاوز يوصل لحاجه، عاوز يخلص عشان يوصل للنقطه الثانيه. ده الحد الشاطر بقى. ده اللي عاوز يسرع الوقت. بالظبط. طيب نيجي بقى لسؤال مهم. احنا خدنا ال 25، افترضنا ان التجربه نجحت ووصلنا ب 25 حد يبدو عليهم الشطاره. ما قلناش ان هم شطار لسه، بس هم لا صادقين، بيصبروا، عمليا الانجليش في الليفل المعقول، لان احنا بنديهم كورس انجليش تفاعلي وبنعرف منهم ان الحد الادنى المطلوب هم كويسين فيه. تكنيكال بنديهم بعض المهارات اللي ما ينفعش ما تبقاش مع حد عاوز يخش مجال الكمبيوتر والحاسب الآلي والتكنولوجيا. يعني ما ينفعش واحد ما يبقاش عارف وورد او ويندوز مثلا او الدوس مثلا، لا. وصلنا بالناس دي لمستوى معين ان هم كلهم نقدر نسميهم زيرو، كل ده زيرو. يعني الناس اللي ما جاتش دي هم A1 كأننا بنقول في الانجليزي A1. في الانجليزي A1. بس انا ليه بسميه الزيرو؟ لانه بقول له كده انت ممكن تبدا طريقك. امال الناس اللي ما جاتش دي اخبارها ايه؟ لا دي تحت الزيرو. يعني اللي ما جوش طبعا نتيجه ان هم ناقصهم حاجات. يعني نقول الناس دي وصلت العتبه بتاعه الشركه. بالظبط كده، عتبه كده مع عتبه المجال. وكمان يعني هو بقى مؤهل انه يخش وعنده خبره ايه اللي موجود في السوق. هو الاول كان جاي جاهل شويه، في دماغه ان الحياه كلها برمجه، انا عاوز اكتب كود. ده اللي بيقولوا اصلا شباب، انا عايز ابقى مبرمج، انا عايز ابقى هم 4-5 حاجات اللي اعرفها. على فكره هو مش غلطان، هو ده اللي اتقال له، ده اللي في المحيط بتاعه بتسوق له. لكن الدنيا بقت فيها حاجه اسمها كلاود دلوقتي. لما نرجع بالزمن شويه، اول ما بدانا انجلش والناس الباشمهندسين اللي كانوا في الشركات في السعوديه، كان النقطه بتاعتهم يقول لك اصل انا كنت فاكر ان انا هقبض كويس طول ما انا مهندس شاطر، ما كانش عارف ان نقطه اللغه دي هتفرق في المرتب مثلا. مش دي كان نقطه فتره كبيره فضلنا فيها نتكلم ان عشان اترقى او اوصل لحاجه افضل كان الانجليزي ايه ده. طب أيوه. طب انا شاطر في الهندسه. يتصدم لما يروح الخليج ويلاقي انه بيتعامل مع هنود واجانب ويفضل مهندس مرتب اقل شويه، يفضل مهندس شاطر. لكن لما يجي بعد 2-3 هيرقوا حد مش انت. اصل احنا عاوزين مهندس يتكلم مع العملاء، برغم ان هو شاطر هندسيا، شاطر بالزبط. في البرمجه اكتشفها متاخر. اللي انا بعمله في رالي بقى، انا بفلتر الناس اللي مش عايزه تشتغل على نفسها بالاخر لمده شهر، فلترنا وبنبقى نجحنا فيه لحد كده. الناس اللي عايزه شهاده خلاص، الشهاده دي خلاص بقى انا عاوز ورقه يا باشمهندس عشان اقدمها ان انا حضرت معاكم الشهر اللي فات والكلام اللي بيحصل ده. او فاكرين ان علامه النسر بقى وكده لما بيرفرف يبقى كده هتوظف. هي اكيد علامه النسر او اي شهاده علامه النسر اكيد بتبقى من قيمه المكان. لكن انا بقول له حتى لو معاك شهاده من اي حد في الدنيا دي كلها، الشهاده الورقيه هتفتح لك المجال انك تقعد على الكرسي، وده وهتقدمك خطوه عن زمايلك. معتقدين كلمه معتمده طول ما انت بتقولي شهاده معتمده كده هتوظف خلاص كده 100%. بص الشهاده في السواقه هتخليك تسوق سواقه العربيات صح، معاك رخصه هنا هتسوق، بس هتعيش تخرج على اول ترعه تقع فيها هتقول ايه؟ انا معايا رخصه. يعني اول ما قالوا مثلا حضرتك بتعمل دبلومه رالي او بتقدم كذا، اول سؤال بيدي شهاده معتمده؟ ده اول سؤال، ده كان فعلا اول سؤال. بيدي شهاده معتمده؟ إيه ما طبيعي احنا كمصريين بتدور على الورق، طول ما انت معاك ورق صح، طول ما انت كده تمام. عارفه بقى، فهو عشان كده انا ارجع بقى خطوه في رالي. سبب النقله النوعيه اللي حصلت عند بعض الشباب ان انا كنت عايزهم يثقوا في الموضوع بدون شهاده بقوه الاماكن التانية. فاستعنت بحد زي حضرتك كده ليه تاثير في محيط كبير للشباب، مش الشباب الصغير. انا كنت بستهدف الشباب اللي هم يا في رابعه يا يخلصوا جامعه علشان يخشوا التراك بالشكل اللي انا بحكي عنه دلوقتي. وبالفعل كانت تقريبا اول دفعه كان ليك الفضل فيها على فكره، ان تقريبا معظم الناس كانوا دايركت، كانوا حاضرين لك اكتر من ايفنت ووصل لهم اللينك. وانا تعمدت ساعتها ان انا ابعت البوست من عن طريق لينكد ان مش الفيسبوك. ليه بقى؟ لان غالبيه الموجودين على لينكد ان هم ناس فعلا باحثين عن التميز، مش لازم يكون متميز، لا هو عاوز يخش في المجتمع المحترف ده، عشان كده بيدخل على لينكد ان. والناس اللي بعتنا لهم اصلا كان بناء على اختيار، بناء على اختيار. ازاي واحد ملتزم بيحضر محاضره وبعد المحاضره بيسال على الريسورسز، مش مجرد سمع والسلام عليكم وخد شهاده. لان معظم الايفنتات اللي انا بعملها بيبقى فيها شهاده من الوزاره من مش عارف ايه، في حاجه كويسه زي ما بيقولوا معتمد شهاده صح. فاللي يجي لك بعد السيشن يقول لك انت كنت قلت نقطه كذا انا عايز كذا، لا اتفضل خد الفرصه. بالظبط كده. ده انت واحد بتسال، ده واحد حريص، ده واحد حريص ويستحق الدعم، يستحق التوجيه، يستحق فعلا نقول له انت شاطر دلوقتي، كونك وصلت للمرحله دي. عشان بقى تكمل سلم الشطاره بتاعك يا شاطر لازم تعدي مرحله التجربه اللي احنا عديناها خلاص، وتاخد التراك بالشكل المحترم اللي يخليك تشتغل بعد بكره. مشكله الانظمه اللي موجوده في الماركت ايه او في السوق انها تكميليه. اي كورس او معظم الكورسات اللي موجوده في السوق هي تكميليه. يعني ايه تكميليه؟ يعني انت اصلا عارف ان ناقصني الكورس ده، انت عارف ان ناقصني الحته دي. يعني هديك مثال في الكوره، انا بلعب كوره
بس النادي مرضيش يعيني او ياخدني في الفريق عشان انا ما بعرفش اعمل كرة بالهيد كويس. فانا عارف مشكلتي ايه، انا عرفت ان انا مشكلتي بالهيد بس بلعب برجلي كويس، باخد الكرة على صدري كويس، انا عرفت كده. فرحت لواحد قلت له بص انا عايزك تعلمني الضرب بالهيد، انت رايح عارف مشكلتك، لكن اصلا في ناس مش عارفه مشكلتها ايه. يعني هو انا بترفض وبس. هم عارفين بس للاسف مش قادرين يواجهوا مخاوفهم. طب مشكلتهم ايه جاي بقى؟ محاضرتهم يعني جاي المحاضره بتاعتي انا مشكلتي مش عارفه ابدا منين، مش عارفه ابدا ازاي. لا هو انا مش هاجي ازقك، لا مش تايه. هو عارف دلوقتي ان مشكلته في اللغه فعلا، مشكلته ان هو مش عارف مهارات كذا، وعارف ان السوق مش هيستحمله مش هياخده. فيجي يقول لك اصلا انا عايزك تساعدني. بيبقى الاغلبيه دلوقتي اعتماديه، شخصيات اعتماديه معتمده ان انت تقعد طول النهار ماسك جنبه، ها وصلت ايه، عملت ايه، عارفه دول تعالوا نروح فين. دول من ال 75 اللي قلنا عليهم من شويه، عاوزينك انت اللي تمشي معاهم بالظبط. ودول حتى نفسي او يعني ده اللي بامله ان هم ياخدوا قدوه من ال 25. ما هو بصي مش هينفع يبقى المجتمع كله مميزين، مش منطقيه اصلا. لكن ما ينفعش يبقى عندنا ملايين المميزين فعلا محتاجين بس زقه صغيره ونسيبهم. يعني نتيجه ان هو وحش في الرسم او عنده مشكله في الاي كيو او في حته في الانجليش او تكنيكال ضعيف او لا، لازم ناخد بيه بعض. فكره ان احنا نفتح المجال للشباب ويراهنوا على الوقت. انا ليه بقول 5 ساعات؟ 5 ساعات ده المتوسط. لو في شاب شاطر قوي قوي هيخلصهم في 3 الحاجات اللي بطلبها منه في اليوم يعني. طب لو شاب عنده مشكله وضعيف شويه ياخد 7، يبقى لحق نفسه. يبقى عند كده هو كل واحد فينا عارف قدرته وانا مديله وقت كويس جدا. اما الشاب يقول لا انا عايز حاجه من ابو ساعه في اليوم، نص ساعه. طب بص يا باشمهندس ابقى اديني الريكوردد سيشن وابقى اسمعها بعدين براحتي. ده بنعرف انه من ال 75 على طول. فبنبدا نستبعده، بيبان وفي اخر الشهر طبعا بيخرج بره الايه، بره الدايره دي. وهنا بقى يجي دور لو انا بعتبر نفسي حد شاطر وقاعد مع حد شاطر. الشطاره اللي هي بتخليك انت كويس في كاريرك بس وما بتخرجش الاخرين، في كتير زينا كتير في الحته بتاعتي والحته بتاعتك ملايين. لكن ان انت يبقى تاثيرك خارج لغيرك وغيرك يوصل لمرحله الشطاره بتاعتك ويمكن يتعداك، ده اللي احنا بنفكر فيه. ده التشالنج اللي عندنا، ده اللي احنا اصلا بنسعى له انا وانتي. مظبوط. احنا لما بنيجي نعمل ايفنت او نشترك في ايفنت وهو اصلا تطوعي كاملا، او بنيجي نتكلم في توك مفيش منها فايده، الهدف ايه؟ ان احنا نحفز الناس دي اللي بيسمعونا ايا كان عمرهم. يا شباب في نماذج ناجحه، حاولوا تكونوا ناجحين، اعرفوا كذا، اعملوا كذا كذا وكذا وهكذا، ونبدا نساعدهم على هذا الاطار. انت عادي صغير بس التوكس بتاعتنا بتبقى هادفه جدا. التوكس اللي هي ايه؟ هادفه جدا وليها لازمه جدا. ما انا قلت غير كده. قلت غير كده. قلت ايه؟ قلت ملهاش لازمه. والله خدتش بالي. اوكي انا قصدي يعني حتى لو خلينا انا قصدي ان ملهاش لازمه لينا احنا، داعي اقصد، انا غلطان ممكن في اللفظ خلني، ملهاش داعي ان انا اعملها، مش مستفيد منها مباشره على بشكل مباشر. استفاد منها بشكل مباشر انا برضو. استفاد منها برضو هتعلقها. برضو استفاد منها بشكل مباشر جدا. هو انت دلوقتي لما بتكون بتاثر كلامك ده بتاثر على شخص ما، وبعد فتره من زمان تلاقيه باعت لك رساله شكرا انت اثرت في حياتي، انا اشتغلت بسببك. يعني معلش حضرتك قلت دلوقتي ان انا رشحت كام حد. لما دخلت معاكم في التيم لقيت الناس دي بعتني انت فاكره لما عطلت لنا سيشن من 3 سنين ورشحت لنا الباشمهندس احمد؟ صحيح. انا بشتغل دلوقتي في شركه كذا او وصلت لكذا وعملت كذا بسببك. ده مش داعي، من ده مش معناه ان التوب بتاعي ممكن اثره دلوقتي مش باين، بس على المدى البعيد ليه تاثير. كلام مظبوط. خلني اللفظ بس اللي اقصده ان انا كان ممكن اودي مجهودي في حته مختلفه، لكن انا فضلت اعمل المجهود ده عشان اوصل للنتيجه دي اللي انت اتكلمت فيها. مظبوط. النتيجه اللي هي ايه؟ ان انا في لحظه من اللحظات انا بتكلم مستألف ومش عارف مين هيلتزم بكلامي، ملاش لازمه، انا كاني برمي ملح في البحر هيدوب، مش شيء ملوش تاثير اصلا في ملح. لا، كلمتك دي قد تصيب 10 أو 100 من الموجودين ويوصلوا اللي احنا بنتكلم فيه. مزبوط. صح كده؟ فكره ان احنا نساعد الجيل ونساعد الشباب على جميع المستويات ان هم يقدروا يوصلوا يبقوا محترفين ويكسبوا فلوس. الاحتراف معناه انك تكسب من ده، يعني مش الاحتراف معناه ان انا بعرف اعمله بس شاطر وبس. شاطر معناها ان في ناس اعتمدت عليك كموظف او كبروجرامر او ايا كان بقى ايه اللي انت وصلت له وبتاخد مقابل. طالما خدت مقابل دي بدايه الاحتراف. هنا المفروض انت تفكر بقى تطور من نفسك، ده حوار تاني. لكن انا اخد بايدك من مرحله اللا شيء، مرحله ان انت طالب بس بتتعلم بس بتدعي انك عاوز تبقى متعلم بس وشاطر وعاوز تاخد الفرصه بس. انا باخد بايدك لحد المرحله دي. المرحله دي بقى احنا عاوزين نكبر الانتاج بتاعها.
يعني ما ينفعش ابدا ان انا مثلا انا بدعي ان انا شاطر وعاوز اخرج جيل من الشطار، اكتفي باربعه خمسه سته مثلا بخرجهم كل سنه. كده قليل. مش هنوصل لتحقيق حلم معين خلاص. ده الطبيعي اصلا يعني. احنا عايزين نخرج مئات بل الاف. عشان كده بقول ان وجودي معاك النهارده بنحفز بعض، ان كل واحد في منطقته وفي حتته. يعني انا اللي اقصد ان انا حتتك انت مثلا الانجليش سوفت سكيلز، وانا حتتي التكنيكال، بالتعاون مع بعضينا نقدر نخلي النموذج المثالي اللي احنا اصلا في يوم من الايام ما كناش زيه على فكره. مع شغلنا توازي. انا سوفت سكيلز يعتبر المهارات الحياتيه والهارد سكيلز مع بعض بالظبط. الاثنين محتاجينه عشان نلاقي سوق، نلاقي اصلا شغل في السوق. الشباب يخرجوا يلاقوا فعلا فرص، بدل ما الشاب يخرج ناجح في حاجه تكنيكال وعنده مشاكل في السوفت سكيلز او عنده مهارات كويسه يبقى نصاب. يعني هو الشاب اللي عنده مهارات كويسه ده وبيعرف يتكلم كويس بيلاقي شغل، وبيلاقي شغل بالمناسبه. بيلاقي شغل. والناس تبقى فاكرينها واسطه، لكن هي ممكن نقولها بكلمه اللي هي بيقولوها فهلوه، ان هو عارف يبيع لك، اللي هو بص انت خدني انا عارف ان انا مش احسن حاجه. يعني هو بيثبت لك ان انا مش احسن حاجه، بس عارف لو خدتني دلوقتي انا هتعلم بسرعه وشاطر واعرف اقنع لك كذا، بس جربني كده فتره ما. قليل من العلم كثير من الفهلوه. ده اللي بيعمله كتير من الشباب وبينجح. بس في ناس بتستخدمها زي ما انا قلت في الاول، استخدمتها ان انا قلت ايه، جربني انا مش شاطر، انا مش موجود. بس في نفس الوقت انا لما اتقبلت اطور نفسي بقى، ما اقعدش على الفهلوه فقط. بالظبط كده، ان هي شاطره جت مني ناس قبلتني، لازم اكمل بقى. ما احنا بقى بنقول بقى الشباب اللي هم اللي بيزعلوا وما اتقبلوش في مكان ما، انت الحق نفسك بدري، انت اضغط على نفسك. احنا رالي او غير رالي بيقدم نفس الموديل ونفس النموذج اللي بيخليك تتعذب 4-5 شهور. تعال على نفسك. انت قضيت في حياتك كام ترم؟ ال4-5 شهور دول ترم دراسي مظبوط كده. قضيت في كليتك اقل حاجه 4 سنين لو انت كنت شاطر يعني. يعني في ناس بتاخدها في ناس دكتوراه شويه، ناس بتاخد بيقول لك انا اقعد 2 عشان في ماده عجباني اخدها كده، فيعمل فيها دكتوراه. فانت قعدت ايه؟ قعدت 8 ترمات وتدرس مواد غصب عنك، ده غير الثانويه والمراحل دي كلها. ليه ما تصبرش على نفسك مده زمنيه؟ بسرعه بتقع، يعني اول ما تقع يقول لك خلاص كده غير. ايه رايك في الموضوع ده؟ بصي، الشهر اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو شهر الفلتره وبعض التاسكات اللي هي المزيج، الوصفه اللي اتكلمنا عنها، بيقدر الشاب في الفتره ديت يعرف شغفه فين بجد. رغم ان انا كلمه شغف ديت مش بديها اعتبار قوي، بس اقدر اعرف هو موفق في ايه او هو دماغه تروح لفين. مش كل واحد جاي يقول انا في اول يوم انا بحب التراك الفلاني هو فعلا بيحبه، هو ده اللي يعرفه اصلا. واحد عمره ما شاف بيتزا بيحب الهمبرجر، هو جاي همبرجر، في وسط الرحله عرف ان في بيتزا وعرف ان في شاورما، بدا يفكر صح. في نهايه الرحله اللي هي الشهر الاولاني المفروض ان هو عرف الانواع وانا عرفت قدراته ايه. ففي الغالب بندخله على المرحله اللي هي فيها التراك بعد كده، اللي فيها الكورس بعد كده، هو فعلا رايح حته هيحبها لان هو قدراته فيها. انا بقول له كده، بقول له يا كابتن انت البروبلم سولفنج عندك حلو قوي، انت تنفع في الحته دي. اقول له انت بتحب تعمل انفستيجيشن وتتبع، انت تنفع امن سيبراني. ابدا اديله حتى ابدا احببه. بعد ما استنفذ معاه نصايحي، بدا انا بستنفذ مع الشاب النصايح وابدا اقول له ده ودوت، لقيته مصمم، يبقى هو صح بقى. طب انت بتعمل ده دلوقتي مع كل واحد لما يبدا السيستم يكبر ان شاء الله، شركه راضي تكبر ويبدا بقى الاعداد اكبر، هتعمل ايه؟ هعمل نفس اللي بعمله، لان هنا نيجي بقى للحلم الكبير. انا مش عاوز، او اللي انا بعمله الفتره اللي فاتت، ان انا اعمل كل بروس بنفسي. انا احب اعتمد على ناس يكونوا مؤمنين بالفكره. الفكره على فكره انا لا اعتقد ان حد يقول دي وحش خالص على جميع المستويات، سواء كان طالب، سواء كان حد خريج او حد شغال او حد او ولي امر. الفكره باختصار ان انا احط الشاب في معايشه لمده 4-5 شهور في تراك يخرج منه ياكل منه عيش بالبلدي كده، يكسب منه فلوس. في حد يقول لا الفكره دي، الفكره كلها في البروسيس. الناس بتختلف معايا في البروسيس مش اكتر. يقول لك ايه يا عم، في حد هيستحمل خميس وجمعه، طب في حد هيستحمل 5 ساعات في اليوم. اقول له طبعا في، وانا عاوز اوصل للشريحه دي. اخر سنتين نتيجه المجهود اللي كنت بعمله قبل كده بقى معايا جيل من الناس، يعني العشرات دلوقتي، مش بس مؤمنين بالفكره، بقوا بيطبقوها معايا على ارض الواقع. بقيت انا فقط الاشراف، فقط. الناس دي شغاله بالمناسبه كلهم تقريبا، يعني بقى في منهم اللي بيعرف يعمل بالظبط اللي كنت بعمله ويمكن احسن. انا مش عايز الناس كوبي بيست من احمد نجيب، انا عايز الناس تؤمن بالفكره والبروسيس ويلا بينا ننفذ مع بعضينا. فالموديل كبر. احنا الاول بادئ كنت بخرج في السنه 6 انفار لوحدي، بعد كده اتنقلت ان انا ممكن اخرج 30 في السنه. حلمي الفتره الجايه اخرج 200 300 400 وبعد كده يبقى 1000 وهكذا. مستحيل على ارض الواقع اعمل كل حاجه بنفسي، مش هينفع يعني طبعا.
لكن اقدر اعمل ده لو انا معايا ناس مؤمنين بالفكره، وده الامر الواقع دلوقتي باذن الله ان شاء الله. طيب احنا بقى اللي احنا بنتكلم فيه المستقبل بعد ما نخرج جيل واثنين وثلاثه، عاوزين نوصل لايه؟ خلاص هيبقى عندنا ناس متميزين في جميع انحاء مصر مثلا او في الوطن العربي. في حلم كبير. تعالي كده افكرك بحاجه قبل ما اقول اسم المدينه اللي عايز اقولها. انا دلوقتي لو عاوز اجيب اساس، عايز اجيب طقم مثلا للبيت، دولاب وسرير وانتريه، اول حاجه بتيجي في بالك ايه؟ دمياط. طيب لو انت من القاهره، ما اعرفش المنصوره فيها ايه بالظبط، لو انت عندك مشكله في العربيه وعاوز اجيبي قطع غيار، بتروحوا في حته معينه ولا بتجيبها من اي حته تحت البيت؟ بتروحي مكان معين. احنا عندنا في القاهره في منطقه اسمها الحرفيين، اللي هي اي حد بيبقى عنده مشكله في قطع غيار يقول له انزل الحرفيين. الحرفيين ديت يا عم فيها مئات المحلات، ايوه، وكلهم بيكسبوا، ايوه، كلهم بيشتغلوا، ولو فتح معاهم محل زياده هيشتغلوا برضه. طب ايه المثال بتاع دمياط ومثال الحرفيين؟ تجمع كبير من اهل الصنعه الواحده في مكان واحد، خلى العالم يثقوا فيهم. لما حد يحب الحاجه الفلانيه انزل الحته دي، انت لما تحب تجيبي حلويات معينه انزل الحته الفلانيه. عاوزين تجيبوا دهب، ما الدهب ممكن في محل جنبك، لا، انزل الشارع ده هتلاقي انواع واشكال كتيره. فكره التجمعات دي جت في بال واحد من حوالي 30-40 سنه في الهند، انه عاوز يعمل تجمع من ناس متخصصين في تكنولوجيا المعلومات في حته اسمها بنجلور في الهند. مدينه اسمها بنجلور. صحي الصبح كده من النوم، لا البلد ديت ملهاش صنعه معينه، لا هم شطار في الزراعه ولا هم شطار في صناعه معينه. قال لك بس هو تكنولوجيا المعلومات، هعمل ايه؟ خد عدد منهم 10 سفرهم بره، اتعلموا، رجعوا البلد ديت علموا بقى ايه 100، وال100 علموا 1000. وحاليا بنجلور دي انت متخيله بنجلور تكاد تكون بتحتوي تلت او اقل من تلت مبرمجين العالم، حته واحده رقعه صغيره وكلهم بيشتغلوا. طب الموديل ده احنا ما نقدرش نعمله في مصر؟ نقدر طبعا. ما نقدرش ان احنا في كل واحد في منطقته يبقى عندنا مثلا في المنصوره اشطر ناس في الفرونت اند زي ما انت مثلا، لان ده غالبا واضح ان عليه طلب كبير. الفول ستاك عامه يعني. الفول ستاك مثلا عندنا تجمعات كبيره جدا. شغله الفريلانس او فكره الفريلانس بالنظام القديم اللي هو انا شغال لوحدي، لا، مش هي دي الموديل اللي يخلي حد يثق فيك، وبالذات الشركات. الموديل الناجح هو التجمعات الصغيره. فريلانس بقى كمان يوم شغال للشهر، لا لوحدك. ممكن يكون مربح على فكره للبعض، هو مربح بس يعني مش مستمر، يعني ما ينفعش اصلا كواحد فاتح اسره يعتمد على فريلانسنج. هو النهارده شغال، الله اعلم بكره هيجي له فرصه ولا لا. بالظبط. لو عندي 5 مثلا في المنصوره فول ستاك شطار، في واحد فيهم سبق وعمل السمعه، في الغالب هو اللي ياخد الشغل كله، ويفضل ال4 دول بياخدوا فتات. لا بس هو يعتبر برضو عليه اقبال كبير، فهيبقى متاح لهم برضو فرص. ما هو برضو لوحده مش هيبقى يحل مشاكل 24/7، عنده عقبه. حتى ال5 لو شطار وكلهم بياخدوا شغل، لو عملوا شركه صغيره الموديل ده هيخلي الشركات تثق فيهم، لان هو متاكد كده. انا مش بكلم محمد ولا بكلم احمد، انا بكلم شركه اسمها فول ستاك 1، فول ستاك ميدغمر، فول ستاك اجا. هو عارف انه بيكلم كيان. بس شويه بيبقوا فاكرين ان انا عشان افتح كومباني او افتح شركه لازم يبقى معايا راس مال. الكومباني في البرمجه مش محتاجه حاجه، دي تجمعات جاست نثق في بعض. بالمناسبه مش لازم نكون كلنا فول ستاك. يعني التجمعات دي ممكن تيجي ازاي؟ هي البرمجه اصلا عباره عن مثلا 3-4 حاجات. في الفرونت اند مثلا، في الباك اند، في اليو اي مثلا. تعالى احنا 5 كل واحد فينا يكون شاطر في حته، ولو بنسبه معينه مش لازم تكون بيرفكت قوي شاطر جدا، لا تكون معقول، ونعمل كيان. والكيان ده هيجي له تحديات، بس فرصه نجاح الكيانات اكبر من فرصه نجاح الافراد. الناس ممكن تجرب كيان، لكن اجرب فرد بس، طب اولا ممكن الفرد ده يختفي من الحياه خالص. لكن الكيان لو اختفى منه فرد انا ممكن اجيب غيره، الكيان هيعرف يجيب، لان الكيان هدفه ينجح مع بعضيه. الخطوه دي هي اللي حصلت في بنجلور بالظبط، اللي حصلت في الهند. قدرتنا على عمل كيانات صغيره في تخصصات كتيره بقى. احنا عندنا الامن السيبراني، وعندنا الكلاود، وعندنا البرمجه، وعندنا الذكاء الصناعي، وعندنا تحليل البيانات. احنا عندنا مئات بل آلاف التخصصات في التكنولوجيا المعلومات اللي لو اديناها يعني التوجه بتاعنا ونخرج جيل من المميزين في الحته ديت، احنا فعلا هنبقى في حته تانية خالص بعد 3-4 سنين. كمان احنا دلوقتي لو جيت تركز هتلاقي ان احنا بدا يكون النشء الصغير جدا بدا يتعامل بالبرمجه اصلا. انا مبسوط على فكره، وده من ضمن الحاجات اللي عجبتني في توجهك الفتره الاخيره.
انا حضرت معاكي ايفنت من اسبوع بنتكلم عن جيل من المبرمجين بادئين من 7 سنين ولا صح كده؟ من 7 سنين. 7 سنين عمل لو حتى عمل ويب سايت مبدئي بال HTML فشكرا. بنت عندها 7 سنين كانت بنت ولا ولد اصغر حد؟ البنوته 7 سنين وعملت صفحه HTML وفاهمه يعني ايه هوفر وفاهمه يعني ايه هيدر ومش عارف ايه بالظبط كده. دي البدايه. لكن هي 7 سنين مش هتعرف تكسب، بس دي على الطريق السليم. لما توصل بقى المرحله الاعداديه او الثانويه هنا النضج اختلف. الشباب المفروض في المرحله الاعداديه والثانويه يكونوا بيحلموا يكسبوا فلوس ويقدروا يعملوها من خلال الانترنت. هم بيحلموا من صغرهم اصلا يكسبوا فلوس. يعني هم من دلوقتي بيقولوا ايه طب بعد ما اخلص ده هعرف اجيب فلوس يعني. ده اللي يعني هم اساسا دلوقتي الجيل دلوقتي بقى بيدور على طول اللي هو بزنس وايز. انا هعمل ده هتعلم ده طب هكسب ازاي. صح. يعني اغلب البنات بعد ما خلصوا احنا تمام اتكرمنا النهارده وخدنا ومبسوطين خدنا 1500 خدنا مش عارف ايه ايا كان الرقم. طب انا هستخدمه ازاي بقى اسوقه. يعني صح. احنا دلوقتي فاكرين ان الاطفال في سن 7 سنين مش في دماغهم حاجه. لا بالعكس هم عاوزين يطلعوا اكتر استفاده من كل حاجه هم بيتعلموها. صحيح ده كلام مظبوط. الابتدائي انا معاكي فيهم، لكن النضج الحقيقي واللي انا حتى في ساعات بيجي لي اباء يقولوا لي ادخل ابني في البرمجه من سنه كام. انا بقولش ابتدائي رغم ان انا مؤمن ان ابتدائي يقدر يعمل ده. انا بقول له في ابتدائي حاول تحببه في الرياضيات الاول. عارفه فكره الاله الحاسبه؟ اوعى تدي ابنك اله حاسبه بدري. خليه يحاول دماغه تشتغل في الجمع والطرح ويجمع بسرعه الارقام الصغيره على الاقل. في مرحله معينه لما تطمن ان عقله بقى بيعرف يجمع اديله بقى الاله الحاسبه عشان يستعين بيها. طب خلينا ناخد النموذج المحبب الى قلبي انس. اوكي طبعا. قول لي حبيبي استثمرت فيه ازاي؟ طيب انس ده بالنسبه لي محرك رئيسي للي انا بعمله دلوقتي. انس في سنه اولى اعدادي في الترم الاول تحديدا صحي من النوم قال لي يا بابا انا عارف كل قصه فيها صحي من النوم دي يعني حتى الراجل بتاع الهند ده صحي من النوم يعني خلي بالك. هو كل الانجازات بتيجي لما بتبقى صاحي يعني من النوم. هو صحي من النوم قال لي يا بابا خلاص بس انا عايز انجز. عايز ايه. انا كده ضد ان الاولاد الصغيرين يقعدوا كتير على الكمبيوتر عشان عينيهم اولا وعشان مخهم والذهن وعشان حاجات كتيره. فانا كان في جهاز كده بس بيلعب عليه بوقت محدود ما بيعرفش يعمل اللي هو عايزه عليه عشان الجي يو اي اللي هو كارت الشاشه بتاع الناس الجيمرز الناس اللي بتحب الجيمز عارفين موضوع الجي يو اي طبعا ده. فهو صحي قال لي بابا انا بلعب ونفسي العب واتطور والكلام ده كله فعايزك تجيب لي جهاز قوي للالعاب. الجهاز ده كان بفلوس كتير فانا كنت رافض بصراحه لان انا اصلا حابب انه ما يقعدش اكتر من 2-3 في اليوم ويزهق. فهو مصمم بابا انا عاوز فقلت طب ما اعمله معاه بتحدي وفي الغالب كان عندي 50-50 انه ممكن يخسره. قلت له بص يا انس انت علشان تاخد او يعني يبقى عندك الجهاز بالشكل ده احنا لازم نجمعه سوا مش هنجيب جهاز عادي لازم نجمعه من الاول. دي الخدعه اللي قلت له هو حتى الان فاكرها لازم نجمعه مش هنجيب جهاز سليم. قال لي يعني قلت له يعني نجيب احسن كارت شاشه واحسن ماذر بورد واحسن هارد ديسك واحسن كل حاجه. قال لي طب اعمل ايه. قلت له بص يا ريس في فيديوهات على الانترنت بتناقش الحاجات دي روح افهم لي ايه احسن مواصفات وارجع لي. يروح يتفرج استعجزه على اساس ان انا انا عاوزه يتعلم بصراحه بس قلت يعني انا اصلا لسه في الخطه لسه ما قلتوش على الخطه الرئيسيه يعني احنا لسه حتى الان ما قلتلوش على الخطه الرئيسيه انا عايزه بس انس محارب من صغره ما يقدرش ما يستسلمش. لا وبيحب ما بيحبش يخسر تحدي. انت درستي له ما بيحبش يخسر تحدي. بالظبط كده. لا مش هو حتى الان فاكر لك التدريب اللي انت ضربته له في ابتدائي ما شاء الله يعني. فجي راح فعلا عمل البحث بتاعه وجالي باوت بوت حلو يعني بابا انا في جهاز كارت شاشه كذا ومواصفات كذا. قلت له بص يا معلم هنا في تفاصيل يعني الهارد دوت اس اس دي ولا كذا ولا اتش دي دي وانه اسرع حتى الاس اس دي في سرعات في شويه تفاصيل. فراح بحث وقال لي انا قريت بس مش فاهم الارقام. قلت له بس هنا النقطه بقى اللي احنا نتكلم فيها انت لازم تخلص عشان تجيب احسن جهاز وده هيكون بفلوس كتير يا حبيبي لازم تذاكر كورس معين. الكورس ده اصلا بيعطى بره للناس اللي هم خلصوا جامعه وعاوزين يخشوا مجال تكنولوجيا المعلومات. يعني الكورس مش سهل وما هوش صعب قطعا بس ما هوش سهل على عيل في اولى اعدادي والترم الاول كمان. عارف لو الترم الثاني كنت قلت لك ماشي. لا ده فرق جامد فرق كبير عقله لسه ما نضجش. فقلت له المنهج ده جبت له المنهج وهو كويس في الانجليش الى حد كبير. جبت له المنهج مسجل من يوديمي واشتريته له يعني وجبت له حاجات من يوتيوب ملفات. قلت له اقعد ذاكر. طبعا كان بيلعب وبيتعطل والحلم لسه في دماغه الجهاز. يوم ورا يوم لقيته بيفهم وبيجي يشرح لي ساعات برزنتيشنز كمان. فقمت جايب له بنك الاسئله بتاع الماده ديت او الكورس ده ليه اختبار مدفوع يعني هي شهاده عالميه اصلا اسمها كومباتيا اصلا كومباتيا ITF بلس.
جبت له بنك الاسئله المتاحه على الانترنت حوالي 700 سؤال وخليته يحل فيهم. النجاح كان من 70% تقريبا. اول ما لقيته بدا يجيب في كذا امتحان فوق ال70 قلت اما جازف واخليه ياخد الامتحان الاصلي. دفعنا الامتحان كان تقريبا سعره $130. قلت له النهارده هتمتحن، لو خلصت لك الجهاز يا معلم. في مره خاف مره ما خافش، لحد ما كان انا فاكر اليوم ده كان ليله العيد اخر يوم في رمضان. عمل حجزنا الامتحان ودخل امتحن، طبعا لازم لوحده بالبازور، امتحان معتمد جدا. خلص بعد شويه لقيته خارج من الاوضه وسجد سجده شكر، بابا انا خلصت ونجحت. ما كانش مصدق انه بيشوف النتيجه على طول. بجد انا طبعا كان من اسعد ايام حياتي. بس محفظه كانت عم بتعيط. ايه محفظه كانت بتعيط. لا عادي. انا على فكره استثماري في التعليم ملوش حدود. يعني انا والدي الله يرحمه كان بيعمل كده، وانا اعمل كده للابد. يعني في عيالي وفي اي حد. انا وانصح اي حد استثمارك في التعليم هو الاساس. اتعلم طول ما انت معاك فلوس. انا حتى هذه اللحظه بتعلم، حتى هذه اللحظه ما عنديش مشكله ابدا ان انا ادفع لسيشن هتفيدني في سوفت سكيل معينه، في فهم بيزنس معين. التعليم لن يتوقف طول ما انت بتتنفس. مظبوط. يوم ما انت توقف تعليم انت كده موتت نفسك، حتى لو كنت وصلت لمرحله ايه خلاص. عشان كده حتى لما حد بيقول انا نجحت انا وصلت، لا كده ببقى مش هعطي الثقه 100% خالص. ليه؟ لانك نجحت لايه؟ وصلت لايه؟ مش لسه في كتير. وصلت النقطه. هو وصلت النقطه من نقاط كتير. ناخد مثال يعني مش هاخد بقى كريستيانو المره دي، هناخد النادي الاهلي نفسه. النادي الاهلي معاه بطولات كتير، معاه تقريبا كام دوري وكام كاس افريقيا، صح كده؟ هل في يوم قال بس انا هريح 4 سنين عشان انا تعبت وابقى اخد بطولات؟ هم ما عندهمش المينتاليتي ديت، ولا الجمهور هيسمح له. وعلى فكره اي نادي كده مفيش حاجه اسمها ان انا نجحت. اختفيت 4 سنين انت اصلا انتهيت مش اختفيت. لا، والاهلي لو 4 سنين ما خدش الدوري هيفضل برضو احسن فريق خد الدوري، بس مش ده الصح. لازم تفضل مكمل، ما تعتمدش على التاريخ بتاعك، ما تعتمدش ان انت حققت انجازات، بالعكس افضل مكمل في الانجازات. ده نفس فكره رونالدو اللي هو بتاع اللي احنا ذكرناه كذا مره النهارده. احنا بنتكلم نفس فكره برضه، يقول لك انت مش عارف انا ابن مين، تعرفش انا مين. لا ما هو خلاص ابن مين او انت مين دي خلاص ده ماضي. احنا بنتكلم دلوقتي انت مين دلوقتي بالظبط. هو ار يو. انت تخلص مرحله من النجاح. وناخد مثال حسام حسن حاليا بيعمل ايه؟ مدرب المنتخب، وعندنا كاس عالم السنه الجايه. طيب حسام حسن طول عمري انا بضرب بيه المثال في النموذج المحارب اللي ما بيفرحش غير لما الماتش يخلص. وده مش موجود في اي لعيب تاني على فكره، يعني مش كتير. او اللعيبه اللي جم بعديه حتى الان ما فهمش نموذج زي حسام حسن. انا اراهن يعني ان حسام حسن هيعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. هو من جواه انسان حقق نجاحات كبيره جدا وهو بيلعب كوره، وكان في وقت من الاوقات اكبر اللعيبه سنا، وبرغم من كده لا كان بينزل وبيجيب جوان وبيزعق ويزعل لو خسر. ده لعيب مختلف. فانا اتصور ان هو كمدرب هو جرب نفسه كمدرب كتير في فرق داخل مصر او ممكن بره مصر. لكن لما نتكلم بقى عن منتخب والمصر كلها وراه بالعقليه اللي احنا عارفينها عنه، هو ده اللي بنتكلم عليه. ممكن يعمل حاجه مختلفه عننا، نوصل لدور ال8 دور ال4 الله اعلم. طبعا ناخد كاس العالم، نعتبر ناخد كاس العالم ده طموح، يعني ممكن ما نعملوش، لكن احنا نحارب عشان نوصل له وناخد تاني او رابع او خامس. ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ان انت ايه اطمح باحسن حاجه متاحه عشان لما تجيب المركز الثاني والثالث يبقى انت ايه، يبقى انت ما خسرتش كتير. نرجع بقى لفكره انس وفكره ان هو حقق اللي هو عاوزه. ساعتها انا عرضت النجاح ده بتاع انس على زمايلي وعلى الشركه اللي انا شغال فيها، قلت لهم ابني عمل انجاز بالشكل الفلاني. فقالوا ازاي؟ قلت لهم والله الشكل الفلاني. كرموه، مدير الشركه بنفسه كرمه، وصورنا والصور على لينكد ان موجوده. وكان في وجهه نظري انا مش متاكد قوي اصغر حد عربي اخذ الشهاده دي بشكل رسمي. المحتوى نفسه ممكن يكون حد ذاكره في ثانوي او في جامعه، لكن المجازفه انك تاخد الاختبار كمان. كان انس في اولى اعدادي في الترم الثاني بقى، عشان هو كان قاعد 4 شهور يذاكر. كان نضج بقى كان ساعتها في شهر ابريل تقريبا. وخد الشهاده دي. هو خلاص هو من ساعتها طبعا جبت له الجهاز، اتدبست للاسف في الجهاز وبيلعب جيمز. وانا بقول له يا انس يا حبيبي يعني قلل جيمز شويه، في حاجات تانية اهم. وبالرغم من كده حبه في التكنولوجيا مازال موجود نتيجه اللحظه دي. ليه هو كان بيعمل السكريبتس بتاعه الجيمز بتاعه روبلوكس. ما هو لما جبت له جهاز GUI عالي هو طبعا بقى فاهم تفاصيل انا شخصيا مش دايس فيها. انا قلت له انا بشجعك على الكورس ده. الكورس ده بقى انا بنصح اي حد اللي هو اسمه ITF، اي حد عاوز يدخل مجال تكنولوجيا المعلومات يبدا بيه مع اولاده من دلوقتي في سن المرحله الاعداديه. الكورس ده خطير لانه بيعرف الولد الدنيا فيها ايه. الدنيا مش كلها برمجه،
الدنيا مش كلها كودينج بس، في حاجات تانية كتير لازم الشاب يتعرف عليها. تمام كده. الخطوه دي خطوه انس بقى خلتنا اقول هو انا لما انس نجح في التحدي ده، هو طبعا انا شريك في التحدي وهو اللي عمله، انا ليه ما عملش الفرصه ديت لشباب مخلصين؟ هل الشباب اللي مخلصين كليه اداب مثلا او تجاره او زراعه ما يقدروش يبقوا احسن من انس؟ قطعا احسن من انس، لان المنتاليتي مختلفه. الفكره ان ما جات لهمش الفرصه يخشوا في تحدي مع حد، ما فيش حد من اهاليهم او من الناس اللي حواليهم قال لهم تعالوا نتحدى وذاكروا الكورس ده. ليه؟ انس اصلا ليه ذاكر الكورس ده؟ حافز، مظبوط، في حافز بيقول له لو خلصت الكورس هتجيب لك الجهاز ده. تاني حاجه، بس انا بقول عشان انس شاطر ويستاهل. ما هو في غيره شطار بس الجهاز جالهم بدري. بس انس مميز برضه. ماشي انس عشان ابني يعني. لا مش عشان كده، لا انس كان من هو صغره كان بيحاول يجتهد انه يوصل لحاجه. هو شاطر ما شاء الله. يعني الطالب المجتهد مش عشان انس، ما في كتير، انا في امثله كتيره تانية ما درست لهم. صحيح. بس من الامثله دي اللي هو واحد بيسعى بيجتهد من غير ما يبقى في حاجه قبل كده. هو كان لما بيجي يعمل سكريبت روبلوكس كان وقتها لسه في ابتدائي، كانش لسه في اصلا اي جهاز. صح. بس هو كان بيسعى على الامكانيات اللي عنده وبيحاول احسن حاجه ويعمل كوميونتي ان هو يتعلم بروجرامينج، ان يعمل جيم من مخيلته بالامكانيات اللي هو بيحبها. هو بقى شطارته يعني في الفتره دي كانت تعرف ان في اولاد كتير في ابتدائي بيعملوا حاجات زي انس، بس تميزه ظهر واعترف بيه الاخرين زي ما قلت لك، استمر زي بالظبط. بس زي ما قلت لك انا جوه البيت بشجعه حتى لو انا من اهل المجال، لكن انت اعترفتي. انا عندي شهاده انس لازم يعتز بيها. مستر ايهاب كرمه وشكره على لينكد ان. باشمهندس ايهاب المصري شكره على لينكد ان وقابله وقال له شخصيا ان انت فرصتك موجوده لو بقيت حاجه، والفرصه فعلا موجوده. انس نموذج مش اكتر. يعني اي شاب في السن ده لو كان عنده الحافز، والحافز عند انس كان كبير، انا هجيب له جهاز برقم كبير ساعتها. هي دي الفكره بقى. الشباب اللي هم بيخلصوا جامعه مشكلتهم ايه؟ في حاجتين اتنين. الحافز اللي هيخليهم ليه هاخد كورس، ليه هذاكر شهرين 3 4 لو في شغل. لو انا بصي الحافز بيكون حاجتين، يا اما ان انا في ميزه هتاخدها، يا اما بعبع هيجي لك لو انت ما عملتش ده. يعني انت لو ما ذاكرتش هتسقط. هم عايشين على البعبع بقى، احنا شعب ماشي بطريقه البعبع. مفيش مشكله للاسف. ما هو البعبع هنا لو انا لو ما عملتش مش هجيب فلوس، لو ما عملتش مش هشتغل، لو ما عملتش مش زي الفل. الحافز هنا من النوع ده. انت عاوز تتجوز يا ابني، طب ما لازم تشتغل تجيب فلوس، يبقى خد الكورس. هو ده الحافز. اللي بيحصل عند الناس ايه بقى للاسف؟ انه انا عاوز فرصه متفصله على مزاجي. يعني ايه؟ انا عايز اذاكر، لو ده لو افترضنا ان هو حابب مجال الاي تي، انا عايز اخد كورس برمجه فرونت اند. طب ما ذاكر فلاتر ايام معينه وفي ايام معينه عشان بس انا عندي فرح ابن خالتي وعندي بلعب كوره الاربع والثلاث، ولما الغي لك المفروض تلغي الكورس كله محدش يحضر. بالظبط كده. الاتيتيود ده هو اللي لازم الشباب يحاربوه في نفسهم. فكره ان الشباب يسيطر على نفسه قولا واحدا من دلوقتي. انت عارف انا من ضمن الحاجات اللي بختبرها في الشباب واعرف مدى جديتهم، انا بساله مثلا بديله تاسك واقول له ذاكرها النهارده بالليل، فاكلمه الساعه 8 وربع كده اقول له ايه الاخبار، ذاكرت بدات؟ يقول لي لا يا باشمهندس هبدا 9. اقول له ليه 9؟ يعني انا عشان ما ينفعش ابدا 4 8 و5 8 وربع. ازاي؟ انت عارف لازم يكون الرقم مظبوط. لازم رقم سليم 9 ونص رقم سليم بالظبط. نفس فكره اللي ماشي على البلاط، لو دوست على البلاطه البيضاء مش الحمراء كده بالظبط كده. انا ليه هو كده ماشي في الشارع لازم المهم تدوس لازم اشوط كل الطوب اللي في الارض. يا عم ليه ما تسيبه وكمل؟ زي ما بقول لك كده، الخريجين اللي هم مش كليات متخصصه في الحاسب الآلي او في تكنولوجيا المعلومات او الذكاء الصناعي من حقهم فرصه. فانا لما التحدي بتاعي نجح مع انس، طب ما اديهم الفرصه نفس الفرصه، بس انا هديها لهم بشكل اصعب شويه او اتقل شويه. بس البدايه واحده. البدايه ان انا لازم ادي الشاب الكورس اللي هو بيعرفه الدنيا فيها ايه. تكنولوجيا المعلومات اللي هو منهج الاي تي اف دوت فيها كذا وكذا وكذا، لازم الشاب يعرف ده. لما كنت بدي الكورس ده لشاب من الشباب ويقول لي والله المنهج صعب يا باشمهندس، ما كنتش بقول له سلاح الاولاني ان في عيل صغير عمله. يعني ما احبش برضو اخلي الورقه دي هي الورقه اللي تخلي تقول ايه ده، يعني العيل نجح ولا لا. كنت اشتغل معاه، اجرب نفسي، احفزه، اقول له مفيش حاجه صعبه. اقول له في الهند بيعملوا الهند الكورس ده بياخدوه في ابتدائي لا صعب شويه، بياخدوه في ثانوي بيذاكروه. حاول لحد ما اوصل معاه النتيجه ان في الغالب بيقاوم. مشكله الشاب في المرحله دي اصلا انه بس يقاوم، ان هو جاي من خلفيه مفيش اي تي، زراعه، تجاره. هو النقطه دي بنقولها بالاطفال،
احنا دلوقتي بنشجع الشباب الكبار لما يقول لك انا ما اعرفش حاجه عن البرمجه، اقول لك طب ما الطفل اللي عنده 7 ولا 10 سنين عمل ويب سايت وكان عنده خلفيه ايه؟ صح. ده لسه خارج، ده لسه ما خرجش اصلا كمان. بالظبط كده. فهو معناه ايه؟ هو بدا وهو صغير والمنتاليتي بتاعته اصغر كتير، اصغر منك. تخيل لك انت بقى شفت الدنيا وعندك منتاليتي اكبر وادراكك اكبر. بالظبط. ما مدى استيعابك بقى والسرعه. وكمان الجيل ده عنده فرصه وجود التشات جي بي تي وغيره هتسرع له الموضوع. وده اللي قلناه من شويه، ان الذكاء الصناعي هو اداه عندك بتساعدك. انت، عبد عندك يعني. انت جايب خدام عندك باختصار. ده في ناس بتسميه اسامي اصلا. محمد يا محمد، يا عبد السميع، يا عبد السميع رد عليا انت. بالظبط كده. فانت لو اتقنت، ما هو دي مهاره، اتقنت كيفيه استخدام الخادم او الاداه بتاعتك، هتطلع منها باحسن نتيجه. في النهايه هو اداه يشبه الموبايل. في فتره من الفترات كلنا معانا موبايل. في ناس بتشوفه على يوتيوب بس ويشوف حاجات كذا وكذا فاني، لكن مش الكل بيستفيد بالاداء افضل افاده. فاحنا بنقول له انت تقدر تبقى احسن نسخه احسن من نفسك من دلوقتي. ما تقولش انا مثلا خريج كذا وهقعد استنى 2-3 لما يجي لي فرصه في العمل، وخصوصا ان انت فيك بذره حب للمجال التاني، حب المجال التكنولوجيا المعلومات. فاحنا بنساعد الشباب، خد يا باشا الكورس اهو، ذاكره، عدل للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله انك عرفت ايه الكورسات المتاحه، قاوم 4-5 شهور واوصل للنقطه اللي انت عايزها، النقطه انك تبقى مؤهل لسوق العمل. فكره بقى الوعد بانك تشتغل ما تاني يوم دي بتاعت ربنا طبعا. يعني مفيش حد طبعا يعني ما حدش يقدر يضمنها 100%. لكن احنا وموضوع برضو الرفض من الشركات لازم اسعى كتير. لازم تسعى، بس لازم الاول تكون مؤهل عشان تقوي فرصك. انت عارف كام لعيب من اللي وصلوا في الكوره كان بيقول لك، يحكي قصته، يقول لك ان انا في يوم من الايام اترفضت من نادي كذا ونادي كذا. ليه؟ اقرب مثال محمد صلاح، مش كان مرفوض يعتبر في مصر كتير قوي من فرق. بصي عشان انا مش متابع، هو يمكن ما كانش مرفوض، انا مش عارف، بس هو يعني ايه يعني ما كانش اللي هو الصيت عليه يعني، او النجمه ما خدش نجمه هنا ما خدش نجمه هنا. ومش عارفه كان مش عايزه اقول بقى افتي في الكوره الصراحه، انتوا ادرى. فاللي هو لكن بس انا عارفه ان هو بقى لامع اكتر بره. لكن دي موجوده عند لعيبه كتير حصلت فكره الرفض. لكن صلاح منهم مش واثق قوي، بس حصلت فعلا ان في لعيبه كويسين عرفناهم لما بقوا كويسين، وهم بيحكوا لنا قصتهم، قالوا لنا ما انا مش هقدر اقعد اسمع قصته اصلا الا هو لما يكون وصل لنقطه معينه. فالشباب دول يقدروا يوصلوا للمرحله دي. بيجي لي نموذج من الشباب بيقول لي انا عاوز اذاكر سيلف ستادي، عايز اذاكر لوحدي، اديني الرود ماب اللي هي 10-20 خطوه وانا اعملها لوحدي. اقول له طب يا شاطر، انا هديك اسامي المحتوى، انا في جزء بوفره لك في طريقه رالي لا يمكن هتعرف تعمله لوحدك. زي ايه؟ فكره المنهج المقرر. انا بديك المنهج، اقول لك اللي هو اسم المحتوى اللي هو فيه 10 مواضيع، واقول لك في وقت من الاوقات الغي الموضوعين دول. لو انت لوحدك هتذاكرهم، وقد يكون الموضوعين دول سبب ان انت تكره الموضوع، يا الموضوع صعب جدا مش عايزه. طب انت هتعرف يعني ازاي يجي الموضوع ده؟ لو انا خدت برضه اسقاط على موضوع كرة القدم. كرة القدم اي لعيب عاوز يلعب كرة القدم عنده 4-5 مهارات مثلا يعني. طيب هل الضرب بالهيد او اللعب بالراس دي مهارة لازمة لاي لعيب كرة قدم؟ لا طبعا. لا، عندنا حارس المرمى مش لازم. لو انا شغال حارس مرمى، هل من المقبول ان انا ابقى حارس مرمى يعني ولازم اتقن دي؟ انا لو انا عارف انك رايح تتدرب في النادي ده عشان تبقى حارس مرمى، اقول لك اتقن الرجل، وحتى الرجل ديت نمرة 2، اتقن اليد، لكن والسرعه مثلا وشويه حاجات زي كده. فمين اللي هيوجهك ويلغي لك حاجات ويكرر لك حاجات؟ وجود شخص فاهم امكانياتك، فاهم موقعك هيكون ايه في الشركه. صح كده؟ مظبوط. طيب احنا بقى عاوزين نتفق انا وانتي في المستقبل ان شاء الله، لو بنتكلم المستقبل القريب السنه والسنتين الجايين، فكره ان يبقى عندنا جيل من المؤثرين او جيل من المميزين والشطار في مجال تكنولوجيا المعلومات. انت تقدري تتصوري ان في منطقتك الجغرافيه او في محيطك تعملي كام متميز في 6 شهور مثلا؟ عدد كبير جدا، عدد كبير جدا يعني. انا مفيش حصر على قد اللي انا بقدر انزله واعمله وادي. لان في فتره ما ببقى مثلا بعيده شويه عن الساحه، اللي هو ممكن محاضره او تدريب مره في الشهر، ومره ممكن افضل مثلا فتره الصيفيه بقعد فتره كبيره. يعني اكبر عدد من الطلاب بيتم تاهيلهم وانا اشتغل على مهاراتهم، سواء العمليه، العلميه، التجارب الحياتيه، الشغل، بيكون فتره الاجازه الصيفيه. ده اكبر عدد ممكن اخرج منه يعني. تمام. حتى كان اخر حاجه كان في جامعه المنوفيه،
دي كان عدد الطلاب معدي داخل في 1000 طالب مثلا شغال معاهم. انتوا طلاب حاسبات، احنا عاوزين نشتغل معاكم على ايه؟ تعالوا نشوف العمل التطوعي المناسب ليكم، تعالوا نشوف الشركه اللي نفسك تشتغل فيها فتعمل فيها تدريب صيفي مجانا من غير فلوس، بس عشان تقول لهم انا هنا اهو، انا مقرب، انا موجود، شوف مهاراتي، انا بتعلم. فعشان اشتغل في الشركه وانا ما عنديش مهارات لازم اتدرب فيها. لكن لكن انا بتكلم على ايه بقى؟ على الناس اللي هم متميزين قوي انت لاحظتيهم، يعني زي الشاب اللي سافر بره تركيا زي ما انت حكيتي. المؤثرين دول هيفرقوا معانا في ايه؟ في تجربتنا. انت يبقى ليكي حد بيتحرك على الارض وبيعلم الناس زيك، فهو كل حد بيجي يعني بيدربه هو شخصيا تبعك برضه، ما هو بيريفير ليك انت اللي عامله ده. احنا عايزين بقى العدد ده، صح؟ احنا عايزين نكبر العدد اللي يبقى عندهم البرزنتيشن سكيلز موجوده على ارض الواقع وخارج يتكلم من العلن. فاكره الموقف اللي حكيتيه بتاع انك رحتي عرضتي نفسك ان انت اللي تعملي التوك وكده، مش ده اللي انت مظبوط صح كده؟ احنا بقى عايزين 10 من دول، عايزين 20 من دول عندهم الجرأة يقدموا نفسيهم وشايفين من نفسهم الامكانيات. احنا اوريدي دلوقتي، احنا اخر حاجه اللي عملناها تبع الوزاره كانت ايه؟ عدد من الطلاب لا يتعدى سنهم ال 13 15 سنه كانوا بيعملوا ايه؟ صح. عاملين برزنتيشن وعاملين ويب سايت، وده اللي احنا بنشتغله اهو على ارض الواقع. بدا يكون عندنا نماذج بتتكلم. صح كده، برافو عليك. البنات بتوع السنه اللي فاتت صورهم نزلت في مقاله في جامعه هارفارد بامريكا. صحيح. وما الى ذلك. لا يعني الشغل بدا ان هو يظهر ويكون نتائجه والاولاد بتشتغل. انا مخصوص حضرت الايفنت دوت لايمان ان انا فعلا شايف بذره للمستقبل خطيره جدا، بذره جامده جدا. ان الشباب في السن دوت، بنتكلم عن متوسط اعمار 12 13 سنه، عملوا الجزء التكنيكال اللي هو البروجرامينج واتنقلوا منه ان هم يعملوا برزنتيشن قدام عدد كنا فوق ال 200 فوق وفي ناس المفروض يخضوهم قاعد قدامهم مهندس ده بيتكلم ويساله ده لو حصل ايه بالزبط. بيتكلم عادي بكل ثقه. وفي احد البنات جت سالتني مخصوص، انا فاكر في اليوم دوت، قالت لي يا باشمهندس انا المهارات اللي عندي سوفت سكيلز كويسه. قلت لها رغم ان انا ما كنتش فاكر بالظبط هي احسن حد ولا لا. هي انا فاكرها طبعا لان هم كانوا عدد 12 او 13، لكن قلت لها قالت لي طيب كام سؤال. قلت لها بصي، طالما انت جيتي كمان سالتي بنفسك، انت حد مش خايف، حد عندك القدره، حد عاوز يتعلم، حد بالظبط، حد عاوز التقييم، عاوز يتقيم، عاوز، انت حد شاطر واستمري. انا قلت لكل البنات كده، بس دي بالذات جاوبتها الاجابه دي لان هي جت سالت، يعني عملت حاجه زياده مختلفه عن زميلها، فكان لازم اديها تحفيز مخصوص. الجيل ده يا سلوى فعلا هو ده اللي بعد سنه واثنين وثلاثه انت هتبقي فخوره بيه. هتلاقي الناس بتمنشنك على المواقع السوشيال والمواقع من دلوقتي اصلا من دلوقتي الحمد لله، لانك انت بتحطهم على الطريق على طول، انت مش بتتوههم. يعني انت عارف ده شاطر فيه فتساعده بقى وتزقه بالظبط. مش تقعد مثلا اقول له روح واعمل زي شغل اللي هو بتاع اسمه ده الحكومه، اطلع لمدام فلان، انزل مدام فلان، لا انا هديك على طول. مش روتين. هم الشباب عايزين اللي يوجههم، عايزين اللي يحمسهم، عايزين اللي يدعمهم، عشان يبقى بدل ما يبقى عندنا حد شاطر في كل منطقه، لا عندنا كيان شاطر، عندنا محافظه شاطر، عندنا حد شاطر. دي تبقى شركه، يقول لك الشركه دي حد شاطر، يبقى حد شاطر خريج او خارج من تحت ايد حد شاطر. نبقى احنا واثقين ان مجموعه الشطار دول هيقدروا على التحديات اللي احنا ذكرناها النهارده زي الذكاء الصناعي ومنافسه بنجلور بقى الحلم الكبير، صح؟ نبقى احسن من 100 مره. احنا عندنا فرص اللي مش عند بنجلور من 40 سنه. يعني بنجلور من 40 سنه ما كانش عندها انترنت. يعني دلوقتي عندنا انترنت، وعندنا سلوى، وعندنا احمد، وعندنا محمد، عندنا ناس كتيره جدا موجودين على الارض يساعدوهم. يعني مش محتاجين نصفر 10 محافظه تانية ولا دوله تانية، الشباب بس يقدموا على الخطوه الاولى، الخطوه الحقيقيه عشان يبقوا حد شاطر في يوم من الايام ان شاء الله. خلاص كده احنا خلصنا. انا مبسوط جدا من لقائي معاك النهارده بجد. يعني الرحله اللي احنا بنتكلم بقى لنا 7 سنين بنتعاون اونلاين فقط، ونتقابل على ارض الواقع مرتين ورا بعض في اسبوع بجد. يعني انا مبسوط جدا، وفعلا زي ما انت قلتي كأن احنا عارفين بعض وبنتعامل مع بعض كل يوم. يعني اول يوم ازيك يا سلوى، ازيك يا احمد، انا قلت يلا نبدا، يلا نشتغل، احنا لسه بالظبط كده. فالثمره اللي بنعمله على الارض هنا في الكيانات اللي انت شغاله فيها وفرالي باذن الله، ده هنلقى صدى في خلال شهور قليله. يعني ان شاء الله مش هتجاوز السنه باذن الله، وهنشوف بقى ثمره ده على ارض الواقع باذن الله. انا مبسوط جدا وانت حد شاطر، وهنشوف زي ما اتفقنا ناس شطار على ارض الواقع خريجين سلوى ابو زيد ان شاء الله. شكرا سلوى ابو زيد. شكرا.